ولو عندي إخوان تدرين إني مستحيل يكون عندي حساب في السناب. عندي أبوي عمره في 90 وانتي عارفة الشيء هذا، ما يقارب 90، ولا يملك أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، لا سناب لا تيك لا شيء. وأول ما عرف عن طريق الواتساب أني أنا أصلا كنت في برنامج الصياهد، قلت له سم وأبشر وعلى خشمي، وبديت راية على رغباتي الشخصية، وبعت الجمل بما حمل وشريت رضا أبوي. والله العظيم اني ادعي الليل والنهار اني اقول الي الله يا رب انك تسترني قدام ابوي على قولة الله اكبر، قبل الملأ كلهم، ان ابوي لا يشوف لي شيء ولا يسمع لي كلمه ولا يدري اني متهاوشه مع فلانه ولا يشوف لي اني انا مصوره بعبايه ولا يدري اني انا كذا. والله العظيم عشان تكونين عارفه وانتي عارفه الكلام هذا وهو ابوي وشايب كبير في العمر وما من صحة وما عنده أي وسائل من وسائل التواصل الاجتماعي. هذا شيء ثالث، الأقربون من الأقارب. أنا ما عندي عماني كلهم وأنتي عارفتهم وتدرين عند الكلام كبار في السن ومتوفين، الله ودام جطاري فيهم فالله يجعلهم في جنات النعيم، والله يجعلهم في جنة عرضها السماوات والأرض. ادعوا لهم، أسأل الله لهم المغفرة وأسأل الله لهم الرحمة وأسأل الله أن الله يطول لي في عمر أبوي. فأنا لما أطيش بعض الأوقات أو أسوي شيء أو إني ما في أحد يعني حولي قاعد يشوف ويجاريني ويسكت عن الشيء هذا، ما في. سكرت الشباك ليه؟ خليه مفتوح. فهمتي؟ البلاء في اللي حولهم وتصورهم وتمنشنهم ويشوفون الكلام هذا الكبير في أعراض الشباب